اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. معانا هنا بقى النهارده كده صينيه مكرونه قمر قمر قمر. انا هنا ما صورتش معاكم وانا بعملها، بس حبيت اشاركها معاكم لان بجد تحفه. شايفينها متغلغله ازاي في البشاميل؟ هنا بقى طلعتها من الفرن عشان اوريكم قد ايه هي بتغلي، والبشاميل بتاعها مظبوط جدا. عملته معاكم قبل كده في صينيه النجريسكو، دخلتها بقى خدت اللون القمر اللي انتوا شايفينه ده. هنا هي مش محروقه، هو اللون بتاعها كده. انا مش بحب احط الجبن على الوش، انا بحب احط الجبن في النص واحط الجبن على وش المكرونه وانزل بالبشاميل، يبقى البشاميل هو اللي من فوق والجبن من تحت. جربوها كده وهتدعولي. هناخد بقى كده نقطعها بقى، نحطها على الطبليه بقى بتاعتنا ونبدا نقطعها بقى زي ما انتوا شايفين كده. وتعالوا بقى نشوف هنا المكرونه عامله ازاي. وما تنسوش بقى لو وصلتوا لحد هنا لايك وكومنت وسبسكرايب للقناه عشان تكبر بيكم فضلا وليس امر، ودعوة حلوة من قلبكم ولكم بالمثل. تعالوا بقى نقطع الصينية القمر اللي انتوا شايفينها دي كده، ونبدأ بقى ندوق مع بعض واقول لكم بقى رأيي. بجد انا من النوع اللي بحب المكرونة البشاميل تبقى سايحة ونايحة كده، مش بحبها تبقى خارطة كده اللي ياكل القطعة ما يقدرش ياكل التانية. معروف ان المكرونة البشاميل بطبيعتها بتبقى تقيلة، بس لو جربتيها بالطريقة بتاعتي دي هتاكلي بدل الخرطة 2 و3، مش بعيد تاكلي الصينية كلها كمان. هجيب بقى هنا الطبق كده بتاعي والشيالة، وابدأ بقى اشيل معاكم كده خرطة المكرونة. وتعالوا بقى نشوف الجمال، عدى الكلام زي ما بيقولوا. لو عجبكم بقى صينية المكرونة اكتبولي بقى في الكومنتات وننزل بقى بالطريقة ونشوف عملناها ازاي. انا هنا بحب اعمل اللحمة تبقى كتيرة في المكرونة عشان الولاد بيحبها كده. انا بقى هنا بحب المكرونة مع الصوص البشاميل بس. قولولي بقى ايه رأيكم في العظمة دي؟ شايفين المكرونة دايبة كده في البشاميل مع اللحمة، بجد في حتة تانية خالص. فيديو بسيط بقى، واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد مع مطبخ سوق.